السلام عليكم. قصتي اليوم مع عقوزتي اللي بغات تشتت ليا الشمل وتدخلني للحبس بخيانة زوجية. انا كانت عندي 26 سنة، كنت في واحد المدينة وكانوا جاو لي هاد العائلة عطلة ديال الصيف، فشافني الابن ديالهم وتعرف عليا واختار رقم التليفون ديالي، ومن بعد بقينا على تواصل. ولدهم كيعيش برا، كيعيش في فرنسا، مشى وبقى كيتواصل معايا. جا الصيف ديال العام الثاني وجا خطبني وقال لي غنتزوج بك وغتجلسي مع الوالده ديالي حتى نصايب لك الوراق. اتفقنا على كل شيء. الام ديالو اللي هي عقوزتي واحد المراه متحرره، كتلبس شي حوايج صغار من سنها، كدير المكياج بزاف، كتلبس شي حاجه ديما كتثير لي انتباه ومهليه في راسها بالمزيان. انا قلت واقيلا هاد السيده عاشت هكاك، ولكن هاد السيده كتلقى راحتها بهذيك الطريقه باش تجلب الانظار ليها. كانت ارمله ما مزوجاش، توفى ليها الزوج ديالها، وعندها بنتها اللي عايشه في الامارات، حتى هي كتعيش بوحدها. مشيت انا سكنت معاها، درنا العقد، درنا كلشي اللي كيدار، ومشيت سكنت معاها. قال لي الزوج ديالي الا كثر كاع 6 شهور غادي تصايبوا لك الوراق وغديري الالتحاق بالزوج وتجي عندي. لي ما كاين حتى مشكل، ودعت والديا ومشيت. ملي مشيت عندها كنشوف بزاف ديال الحوايج ماشي طبيعيين. المراه ملي كتفيق الصباح وهي في الزنقه وكتكثر الماكياج بزاف، وديما الصالون ديما ملصقه الضفار، ديما لابسه شي جلال بلا سخين عليها، وكتلبس الحوايج عصريين في شي شكل، شي حاجه الصراحه اللي انا ما كنديرهاش اللي كنت صغيره عليها ديك الساعه. وكنخرج معها بعض المرات، الاغلبيه ديال المعارف ديالها رجال، والخرجات ديالها ماشي طبيعيين. ماشي كنخرجوا السوق ولا الحمامه، ولا حنا ديما خارجين غير للقهاوي. وملي كنخرجوا للقهاوي كدير شي جلسات كيثيروا الانتباه، دير رجل على رجال، والفتحه ديال الجلابه ديرها مقابله مع الفخاط ديالها، كدير واحد الطرق اللي انا الصراحه كنقول لها راه ماشي مزيان هكا. كتقول لي ماشي شغلك، انا عارفه راسي وانا هكا دايره. فمع الوقت ولفتها بديك الطريقه. من بعد ما طولت عندها الجلسه، فات شهرين تقريبا، ولات هاد السيده كيجي عندها واحد الراجل. النهار الاول جاب لينا الحوت، قالت لي هذا بحري من العائله ديالنا، قريب العائله، وملي كيدخل من البحر كيجيب لي الحوت. وفعلا كيجيب شي حوت ما شاء الله، كيجي كيسلم علينا وتيجلس عندنا بالساعات. انا الاغلبيه تنكون في البيت ديالي، هما تيجلسوا في الصالون. اش تيوقع بيناتهم الله اعلم. سميتو عبد اللطيف. وكان دائما الا عيط عليا ولدها كنكون كنهضر معاه كيقول لي دوزي لي ماما. الا كان هذا عبد اللطيف كتقول لي ما تدوزيش ليا وما تقوليش لي واش كاين عندنا عبد اللطيف في الدار. انا ما عمرني قلتها لراجلي واش شي واحد في عائلتك سميتو عبد اللطيف. المهم دازت الوقت، ولا هذاك السيد كيغبر واحد المده شهر، وملي كيجي كيجلس تقريبا 15 يوم. اليومين الاولى تيجلس تيبات في الدار. انا كنعس بكري، ما كنعرفوش في كينعس، كنعرف ولكن كندير راسي ما كنعرفش. المهم واحد النهار وانا نفتح معاه الموضوع، قلت لها شكون هذا السيد؟ قالت لي هذا السيد الصديق ديالي. قلت لها كيفاش الصديق ديالك؟ قالت لي صاحبي وبغى يتزوج بيا. هو الصراحه متقارب معاه في السن ديالها وما مزوجش، ولكن باش يتزوجوا الله اعلم، ما عارفاش. مرات الوقت بزاف وراجلي مازال ما صايب ليا الوراق، وليت كنشوف شي حوايج ماشي تالهيه. وليت كنشوف المراه كبيره كدوز حدايا بالشورت، كتلبس شي بيجامات عريانين، والراجل حتى هو كيجي كيدور علينا في الدار بالشورت، وانا مزوجه وخايفه يوقع شي مشكل في الدار وراجلي يتهمني بشي حاجه. راجلي واحد النهار عيط عليا، قال لي راه عندي شي مشكل هنا، غادي ندخل نجلس سيمانه والوراق راه مازال ما تقادو. المهم جا راجلي جلس ديك السيمانه، هذيك السيمانه كلها ما جاش فيها داك الراجل، جا مره واحده وفي راسو كاين ولدها. فجا دق الباب، خرجت ليه انا
قال لي السلام وعيط عليا بسميتي، وراجلي كيسمع في الصالون، وقال لي هاد الحوت ليكم. شديت انا الحوت وسديت الباب وحطيته في الدار، حطيته في الكوزينه. شويه راجلي قال لي شكون هذاك؟ قلت لي واحد الراجل راه تيجي عند امك. عجوزتي غير سمعت هذيك الهضره جات كتجري من بيتها، قالت لها كيفاش كيجي عند امه؟ شكون هذا اللي كيجي عندي؟ ونكرات. راجلي خرج كيجري كيقلب على داك الراجل ما لقاش. والمشكله انا قلت لي سميتو عبد اللطيف من فاميلتك، قال لي ما عندناش شي واحد بهذه السميه. راجلي دخلوا الشك من جهتي، وزاد اكدتو ليه العجوزه ديالي اللي نكرات ونكرات الراجل. قلت لي هذا الراجل كان كيدخل عندنا للدار ملي انت مسافر. وراجلي دار فيا واحد الدوره شيطانيه، قال لي كيفاش كتهمي امي هاد الاتهامات؟ ورد اللومه كلها عليا. داز السيمانه ومشى راجلي، بقيت انا مازال الورق بات تصايبو، وبقيت مع عجوزتي في الدار. بدا هذاك السيد كيجي، ملي كيجي قلت لها هو عبد اللطيف، قلت لها غادي نعيط لراجلي دابا. قالت لي استريني ما ستر الله. وداك الشيء اللي قلت صافي انتهى المشكل، ما كاين لاش نجبد الصداع وتاني على راسي انا وراجلي. الله يحسن العوان، مرا وحيده وارمله، الله يسهل عليها تزوج به، ونسيت الموضوع. راجلي وقع ليه مشكل في اوروبا وصيفطوه بصفه نهائيه. هذاك الشيء علاش عطل ليا الاوراق ديالي. فدخل المغرب بصفه نهائيه. ملي غيدخل غيولي واحد الانسان عصبي، غيولي واحد الانسان ما قابلش راسو، عنده مشاكل بزاف وما عندوش الفلوس. فسكننا مع الام ديالو، بقينا ساكنين معاها. ولا هذاك الراجل كيجي مره كيجي ملي تيعرف راجلي ما كاينش في الدار، وكيعرف كيعس على الدار اللي ما كاينش فيها راجلي كيدخل. واحد النهار جا جلس تقريبا ساعتين مع عجوزتي وانا ساكته وضربه الطم. خرج يمكن فات واحد المسافه حدا الباب، راجلي جاي شافو شنق عليه، قال لي اش كدير في دارنا؟ هذاك الراجل ضرب لي يديه وهرب. راجلي جا دخل عندي، عجوزتي سدات عليها البيت وسقلات، وجا دخل عندي قال لي داك الراجل خارج من دارنا، شكون هذا الراجل؟ بقيت انا كنفهم ليه، بقيت كنقول ليه كنشرح ليه هذا السيد راه كيجي عند الام ديالك ماشي عندي. الام ديالو خرجت وكتغوت عليا وكتبكي ودارت راسها مظلومه ومضيومه، والصراحه خلعاتني بواحد التمثيل اللي مثلات قدام ولدها. وجبدات واحد الدواء وقالت لي شوف ولدي انا كنشرب هاد الدواء وكيديني النعاس، وبعد المرات كنسمع شي صداع في الدار، وبعد المرات يوقعوا شي حوايج وانا ما كنقدرش ولدي نوض نقلب شنو خاص وشنو كاين، ما كنقدش بهاد الدواء كيدوخني. راجلي في البلاصه قال لي جمعي باليستك وداركم، واتهمني بالخيانه. ملي اتهمني بالخيانه مشيت لدارنا ومشيت غضبانه وطلبت الطلاق، وقال لي ما غادي نطلقك حتى نطيحك في الفخ. والام ديالو حتى هي داكشي اللي قالت لي ما غتمشي تنطيحك في الفخ. مشيت لمدينتنا، وراجلي جا للمدينه فين ساكنه وشد لوطيل هو والام ديالو، ولاو حاطين عليا الحراسه. وصاحب الام ديالو اللي هي عكوزتي هضرات مع هذاك السيد اللي معاها، وجا وداز حدا دارنا باش ياكد بانني خيانه زوجيه. راجلي ملي رفع عليا الدعوه اتهمني بالخيانه، ولكن قال لهم ما عنديش دليل. ومشيت وقفت انا وراجلي في المحكمه، وقفنا على الطلاق. الجلسه الاولى دازت، الجلسه الثانيه ولا الثالثه غادي نطلقوا. وكنبكي وكنطلب في عكوزتي كنقول ليها ها العرض ربي اشنو درت ليك. المهم راجلي بقى في المدينه فين عايشه انا، بغى يثبت عليا الخيانه باش ما عطى الله. الام ديالو رجعت لدارها وتما كتلاقى مع الصديق ديالها. فراجلي الفلوس ديالو محدوده ما قدرش يكمل، رجع لدارهم، رجع على غفله، ولقى هذاك السيد مع الام ديالو اللي كان ضربو. كانت محاوله ضربه، محاوله قتل. ودخل هذاك السيد للسبيطار وما ديكلاراش به، وتنازل لي على الدعوه.
والزوج ديالي جا كيطلب ويرغب فيا باش نرجع لعندو. ما غاديش نرجع لعندو. كنتمنى انكم تنصفوني وتوريوني شنو غندير، واش نرجع عند واحد الزوج اللي هاني في الكرامه ديالي وفي الشرف ديالي، اولا نبقى بوحدي ونكمل في الطلاق ديالي. اما الام ديالو فما بقاش عايش معاها، ولا كاري واحد الدار صغيره، وقال لي نبداو انا وياك صفحه جديده. انا مازال ما تشافيت من هذيك الاهانه اللي هاني له هو لامو. الى هاد المره جا سهل انه يتهمني بالخيانه، مره اخرى يقدر يدير لي اكثر. وملي شاف الام ديالو بعينيه كتخون وكتفسد، يقدر يبقى يشك في اي امراه. هذاك الشيء علاش ما بغيتش نرجع معاه. هذه هي القصه ديالي، كنتمنى انها تعجبكم، والى قصه اخرى ان شاء الله.